الفيديو ده بيوضح لنا ليه في المطارات بيطلبوا مننا نطلع الأجهزة الإلكترونية من الشنطة، اللابتوبات والتابلتس. والسبب يا عزيزي هو أن أجهزة المسح بتعرض الأمتعة لأشعة إكس قوية، والنتيجة بتطلع على الشاشة للموظف بثلاث ألوان على حسب درجة امتصاص المادة لأشعة إكس المسلطة عليه. الحياة العضوية بتظهر باللون البرتقالي، والأخضر للحياة الغير عضوية، الأزرق للمعادن. الملابس والبلاستيك بتظهر إنها كأنها شفافة، يعني زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. مشكلة اللابتوبات والتابلتس إن هي مليانة شرايح إلكترونية من جوه، طبقات كتيرة من المعادن والأسلاك، فلما بتكون جوه الشنطة وسط الحياة فممكن تكون حاجة تحتيها بس الجهاز ما يجيبهاش. الصورة بتكون مكثفة وكلها زرقاء، فلو في حاجة فوق أو تحت مش هيشوفها الموظف، عشان كده بيطلب منك تطلع الجهاز وتخليه ظاهر وتحطه لوحده. لحد هنا تمام، ما عنديش مشكلة في الكلام ده كله، مفهوم. اللي انا مش فاهمه ليه في بعض المطارات بيطلب منك تشغل الجهاز، يعني انت فحصته وعديته على الجهاز وشفته من بره ومن كل الجوانب وكله تمام، ليه بتطلب مني اشغله؟ اللي عنده اجابه للسؤال ده يقول لي. تقول بالعافيه، سلام.